أهلا بيكم. إزاي تعذب الشخص النرجسي؟ هل ممكن تعذب الشخص النرجسي؟ الإجابة طبعا ممكن جدا. لو عايز تعذب الشخص النرجسي وتسقيه من نفس الكاس يبقى لازم تغير مكانك فورا. طريقة الدفاع اللي انت ماشي بيها وسببت لك كل الأذى اللي انت شفتها لازم تنساها فورا وتتحول لموقع الهجوم. النرجسي دايما طريقته في تحطيم الضحية هي استخدام نقاط الضعف عند الضحية واستخدام مجموعة من الحيل النفسية والألاعيب. انت كمان تقدر تتعلم ازاي تستخدم نقاط الضعف الموجودة عند الشخص النرجسي ضده، وكمان تستخدم نفس الحيل النفسية ونفس الألاعيب اللي بيستخدمها الشخص النرجسي، لكن تتعلم ازاي تستخدمها ضد الشخص النرجسي نفسه. بالشكل ده هتقدر مش بس تعذب الشخص النرجسي، كمان هتقدر تقلب السحر على الساحر. 3 حاجات لازم تتعلمهم لو فكرت تعذب الشخص النرجسي. أول حاجة تدمير وتحطيم الغرور النرجسي. الحاجة التانية نفس الأسلحة، نفس الحيل والألاعيب النفسية اللي بيستخدمها الشخص النرجسي على الضحية لازم تتعلم إزاي تستخدمها على الشخص النرجسي نفسه. الحاجة التالتة التلاعب بالمدد أو التزويد النرجسي أو السبلاي. دلوقتي هنشرح كل نقطة بالتفصيل. النقطة الأولى تدمير وتحطيم الغرور النرجسي، وده هنعمله ب3 طرق. الطريقة الأولى تهميش النرجسي. لازم تحسس الشخص النرجسي إن وجوده مش مهم خالص في حياتك، وجوده بالنسبة لك شيء هامشي لا يذكر. همش وجوده في حياتك، مش مجرد إحساس. كمان تتصرف وتتعايش بالشكل ده. وصل رسالة واضحة وقوية للشخص النرجسي إن وجوده أو دوره في حياتك مش مهم أصلا. لكن حاول تكون صادق فعلا وحقيقي ومش متصنع، لأن النرجسي شاطر جدا إنه يقرأ مشاعر غيره. فلو تصرفك ظهر على إنه متصنع هيقدر يقراها بكل سهولة، وساعتها النتائج هتكون عكس اللي انت متوقعه. لكن لو تصرفك ظهر على إنه حقيقي وغير متصنع هو هيحس بكده وهتقدر تهز كيانه. حطم الغرور النرجسي. قلل من دوره في حياتك، وكمان قلل من أهميته. حسسه أو عامله على إنه شخص عادي جدا، مش أهم شخص لا في الكون ولا حتى أهم شخص في حياتك. عامله على إنه وجوده زي غيابه، وجوده زي عدم وجوده، الاتنين واحد بالنسبة لك. بالشكل ده انت هتقدر تهز كيانه وتزرع الشك جواه، وكمان هتبقى كأنك بتدوس على جرح قديم هو أصلا بيعاني منه باستمرار. الجرح هو انعدام الأمان، والتصرف بالشكل ده هيجننه. النرجسي أهم حاجة بالنسبة له هي الصورة الوهمية اللي بيكون عايش بيها. غروره المرضي بيصور له إنه محور الكون، أو على الأقل بيحسسه إنه مهم جدا ومحدش يقدر يستغنى عن وجوده. خاصة الضحية بيكون متصور إن ضحيته ما يقدرش يستغنى عنه وعن وجوده، لذلك بيتمادى في جبروته. لذلك لو تصرفت على إنه شخص مش مهم خالص بالنسبة لك هتشوف بنفسك الوهم ده وهو بينهار قدامك. خد بالك إنك لو قررت تتصرف بالشكل ده إياك تضعف وتتراجع، لأن ساعتها أنت اللي هتدفع الثمن. الخطوة الثانية النقد القاسي والنقد المر والتجريح. الخوف من النقد واحدة من المخاوف اللي بتكون موجودة جوانا جميعا، نتيجة أو بقايا أو تراكمات من أيام الطفولة. الخوف ده بيكون موجود عند الشخص النرجسي بدرجة كبيرة جدا. النتيجة إن هو نفسه بيقدر يستخدمه ضد الضحية للتلاعب بيها وإضعافها والتحكم فيها. النقد القاسي أو المر اللي بيوصل لدرجة الإهانة والتجريح اللي بيستخدمه النرجسي بيكون ليه هدف. الهدف دايما هو التقليل من قيمة الضحية، والنتيجة إن الضحية بتقل ثقته بنفسه، وممكن كمان يزرع الشك جواه. هيحس بالشك في نفسه وهيحس إنه ما يستحقش معاملة أفضل، والنتيجة هيكون تعلق مرضي بالشخص المؤذي أو الشخص النرجسي. لو عايز تخلي النرجسي يدوق من نفس الكاس يبقى أنت كمان لازم تستخدم النقد كسلاح في إيدك. الأخطاء الصغيرة اللي هتحصل منه هتنتقدها، وكمان هتضحك عليها وهتسخر منها
وهتتريق عليها. النرجسي دايما بيكون شايف نفسه شخص مثالي ما بيغلطش، لذلك بيكون حساس جدا للنقد والسخرية، وكمان هو أصلا مش متعود إن حد بينتقده وبيسخر منه. هتلاقي إنه متلخبط وحاسس بخجل كبير جدا، وكأنه بيتهز من جواه لما بيتعرض للنقد. لكن خد بالك إن من الحيل النفسية اللي بيستخدمها النرجسي في التلاعب هي المبالغة في رد الفعل، لذلك هتسخر وهتتريق فقط على الأخطاء الصغيرة، لأن الأخطاء الكبيرة ممكن تخليه يبالغ في رد فعله وهتتفاجئ بنتيجة عكس اللي انت متوقعها. ممكن كمان تنتقده لكن بشكل غير مباشر عن طريق نفس أسلحة الشخص النرجسي، وهي إنك هتتعامل ببرود ولا مبالاة وانفصال عاطفي. خليك دايما هادي بارد وما تظهرش أي تأثر. كمان لازم تتصرف بذكاء شديد، لأنك أكيد عارف الغضب النرجسي ورد فعل النرجسي دايما مش مضمون. خليك دايما ذكي علشان تقدر تحافظ على سلامتك. الخطوة الثالثة في تحطيم وتدمير الغرور النرجسي هي إنك هتتصرف وتتعامل على إنك أفضل منه. عامله من منظور أعلى، من منطقة أعلى. عامله على إنك أفضل منه، أذكى منه، أجمل منه، متفوق عليه في كل حاجة، مش محتاج منه أي شيء، ولا حتى وجوده في حياتك ليه أي أهمية بالنسبة لك. وهتشوف بنفسك الغرور النرجسي وهو بيتحطم قدام عينيك. كمان هتشوف كمية العذاب النفسي اللي هيكون عايش فيها. الخطوة الرابعة في تحطيم الغرور النرجسي وهي إنك تشغل نفسك باستمرار. حاول دايما تكون مشغول. أي وقت يجمع بينك وبين الشخص النرجسي ركز على أي حاجة في الوقت ده. بالشكل ده انت هتظهر للشخص النرجسي على إنك موجود بجسدك مش بعقلك. النتيجة إن هو نفسه هيقرر ينشغل بحاجة تانية غيرك. كمان تصرفك بالشكل ده بيكون مخيف جدا بالنسبة له، وبيديله إحساس إن التعامل معاك هيكون صعب. المحور التاني، إزاي نتعلم نستخدم نفس أسلحة النرجسي اللي بيستخدمها على الضحية لكن نستخدمها على الشخص النرجسي نفسه. السلاح الأول، التجاهل. الخوف من الرفض والهجر هو كمان واحدة من المخاوف النفسية اللي بتكون موجودة جوانا نتيجة أو بقايا أو تراكمات من أيام الطفولة، لكنها بتكون موجودة عند الشخص النرجسي بدرجة كبيرة جدا. النتيجة إن هو نفسه بيقدر يستخدمها على الضحية للتلاعب بيها والتحكم فيها. النرجسي دايما بيتعمد الرفض والتجاهل والبرود العاطفي مع الضحية، وكمان الصمت العقابي بتكون طريقته في التعبير عن رفض الضحية. بيحسس الضحية إنها مرفوضة أو غير مرغوبة. هنا هو بيتجاهل مشاعر واحتياجات الضحية وبيحسسها قد إيه إن وجودها مش مهم. النتيجة إن الضحية بيملاها مشاعر القلق وأحيانا تعلق مرضي بالشخص المؤذي. لذلك لو فكرت تخلي الشخص النرجسي يدفع ثمن أفعاله هتعامله بنفس أسلحته. أنت كمان هتستخدم الرفض والتجاهل كسلاح قوي جدا في التعامل مع الشخص النرجسي، لأنه دايما بيدور على الاهتمام اللي بالنسبة له هو المدد والسبلاي النرجسي. الاهتمام بالنسبة للشخص النرجسي زي الدواء بالنسبة للمريض. تجاهل الشخص النرجسي تماما، ما تردش على اتصالاته بنفس الحماس اللي بتعمله. اتأخر في الرد واتأخر كتير جدا كمان. عمل لك بلوك أو حظر على وسائل التواصل. اتصرف ولا كأنك مهتم ولا كأنك أصلا أخدت بالك. استخدم عليك الصمت العقابي. اتعامل مع الموضوع ببرود شديد جدا ولا كأنك أصلا مهتم. مارس حياتك عادي جدا من غير أي تغيير في أي شيء. طبعا التصرفات بتختلف على حسب الموقف، لكن الطريقة دايما واحدة، تجاهل وبرود شديد جدا. بكده هتقدر تحسسه إنه عديم الأهمية بالنسبة لك، وهتشوف بنفسك الغرور النرجسي وهو بيتخطم قدامك. السلاح التاني، المقارنة.
النرجسي دايما بيستخدم المقارنات كسلاح في ايده لتحطيم الضحية وتقليل احترامها لذاتها. دلوقتي انت اللي هتستخدم السلاح ده، هتستخدم المقارنات علشان يجني نتيجة افعاله. هتقارن النرجسي بشخص تاني، شخص ناجح اكتر منه، شخص جذاب اكتر منه، شخص عنده ميزة ما بيمتلكهاش الشخص النرجسي. الصورة المثالية اللي النرجسي بيشوف نفسه بيها بتخلي عنده مشاعر كره وحسد شديد جدا ناحية أي شخص تاني متميز عنه. لذلك المقارنة بغيره هتكون كأنك بتدوس على جرح عدم الأمان عنده. هيحس بغضب شديد جدا لدرجة الجنون، وهتكون سلاح قوي جدا في إيدك تقدر تستخدمه علشان يدوق من نفس الكاس. السلاح الثالث قطع التواصل. أحد أسلحة النرجسي اللي بيستخدمها على الضحية هي الصمت العقابي. بيستخدمه بهدف إنه يوصل مشاعر رفض للضحية ويحسسها بالقلق والتوتر وعدم الأمان. دلوقتي السلاح ده لازم يكون في إيدك وتستخدمه. اقطع التواصل نهائيا. قطع التواصل معناه إنك بتقطع عنه المدد أو التزويد النرجسي أو السبلاي، وبتقطع عنه الاهتمام اللي بيشبع غروره النرجسي. قطع التواصل بيخليه يحس بالفراغ الداخلي اللي هو أصلا بيعاني منه. دايما الشخص النرجسي بيكون حاسس بعدم الرضا، ودايما بيدور على إشباع غروره، وعمر توقعاته ما بيكون ليها أي حدود. لذلك قطع التواصل معاه بيزلزل كيانه. لو قررت تقطع التواصل يبقى فعلا تتصرف بالشكل ده: قطع جميع الاتصالات معاه، التوقف عن الرد على أي مكالمات، إلغاء الصداقة على مواقع التواصل الاجتماعي. كمان ممكن تعمل حظر أو بلوك لأرقامهم ولكل حساباتهم. بالشكل ده انت هتقدر تعرفه حجمه الحقيقي، وبتستخدم أسلحته لكن بتستخدمها ضده. كمان لو انت في علاقة مع شخص نرجسي وكانت العلاقة لسه في أولها وقررت انك تنهيها، يبقى لازم فورا أول خطوة هي قطع التواصل تماما ونهائيا. السلاح الرابع ثقتك بنفسك. النرجسي دايما لما بيفكر يكون علاقة عاطفية بيدور على شخص عالي القيمة، بيعتبره تحدي لازم يحققه. هيدور على شخص ثقته بنفسه عالية، والغريب إن هو نفسه اللي هيحاول يحطم الثقة دي علشان يقدر يشبع غروره النرجسي المريض. لذلك لو فكرت تعذب الشخص النرجسي أو تخليه يدفع ثمن أفعاله، يبقى لازم تتصرف بثقة في نفسك بدرجة عالية جدا. لازم كمان تكون فخور بنفسك وفخور بكل مميزاتك، ودايما تحسسه إن رأيه فيك ملوش قيمة، أو أي محاولة منه للتقليل منك ملهاش أي قيمة ولا عمرها هتأثر عليك. المحور الثالث التلاعب بالمدد النرجسي أو التزويد النرجسي أو السبلاي. الشخصية النرجسية دايما بيكون شغلها الشاغل هو الحصول على المدد النرجسي أو السبلاي. المدد النرجسي الإيجابي زي التعظيم، المدح، علشان يقدر يشبع غروره النرجسي المريض. لذلك انت كمان لازم تتعلم ازاي تتلاعب بالمدد النرجسي أو السبلاي. المدد النرجسي بالنسبة للشخص النرجسي بيكون زي الدواء بالنسبة للمريض، يمكن كمان بيكون زي جرعة الإدمان بالنسبة للشخص المدمن. لذلك انت هتستخدم عليه نفس الحيل النفسية اللي بيستخدمها. هتستخدم عليه أسلوب السخن والبارد اللي هو شاطر جدا فيه. أوقات هتحصره بالمدح والإعجاب والمشاعر الجميلة، وأوقات تانية هتتعامل معاه ببرود شديد جدا وعدم اهتمام، ومهما حاول يستفزك حاول تكون هادي وما يظهرش منك أي تأثر. النقطة الأخيرة هي فضحه. هدده إنك هتفضح حقيقته قدام كل اللي يعرفوه أو بيحبوه. هدده إنك هتعرف كل الناس إن الصورة المثالية اللي بيصدرها لهم صورة غير حقيقية تماما، وفي صورة تانية ما بيحصلش منها غير الأذى
والإهانة والاستغلال. هدده وبقوة بالفضيحة. مجرد التهديد بيعتبر ضربة قوية جدا كافية إنها تعيشه في عذاب شديد جدا ومش هيقدر يتخلص منه بسهولة. في النهاية خليك دايما فاكر إن رد فعل النرجسي مش مضمون، والأذى اللي ممكن يحصل منه غير متوقع. حافظ دايما على سلامتك وتعامل مع كل النقط اللي قلناها النهاردة بذكاء شديد.